يسعد مساكم مستمعينا ومتابعي إذاعة بوير اف ام مع الموجة 103.5. مشاهدينا مشاهدي بث المباشر للإذاعة بوير عربي، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. ضيفي بالاستديو بهالحلقة دكتور بندوار محمد، اختصاصي بأمراض الفم والوجه والفكين، لنحكي عن موضوع مهم كتير وهو السن المنضمر. خلونا نحن وانتو نرحب بضيفنا الدكتور بندوار. يسعد مساك دكتور. يسعد مساك أستاذ عماد، يعطيكم العافية وبتشاركون على الاستضافة الكريمة. شكرا لكم مستمعينا. إذا حابين تنضموا لنا أو أي حدا عنده سؤال بخص مجال السنية، فيكم تنضموا عبر الاتصال الأرضي 429 101. أيضا عبر الواتساب 093 82 80 81 4. بس المباشر بوير عربي كمان فيكم تنضموا لنا. مستمعينا، هلأ حاليا بدينا بالحلقة. موضوعنا هو السن المنضمر. يا ترى شو هو السن المنضمر كتعريف؟ رح يحكي لنا عنه الدكتور بندوار. بداية يعطيكم العافية. السن المنضمر أو الأسنان المنضمرة أستاذي هو السن بشكل عام موجود جوات التجويف الفموي أو جوات الفم. فأي سن فشل في البزوغ لمحله الطبيعي في الفترة اللي مفروض فيها يطلع للسن بنسميه سن منضمر. هو أسن ما بيجي لمحله في الفترة اللي مفروض يجي يبزغ بمحله الطبيعي، فهالسن بيكون فيه خلل بغض النظر عن سبب الخلل، هو سواء وجود أكياس أورام أسنان زائدة انزياح أسنان مجاورة. فأي سن فشل في البزوغ والوصول إلى المجال الطبيعي والنمو الطبيعي هو نسميه سن منضمر. هذا بالتعريف العلمي. تماما دكتور. دكتور بأي الأعمار بيبدأ هالسن هذا بيظهر؟ ما في اعمار محدده مهم. استاذي. السن المنتمر هو مثل ما قلت فشل بالبزوغ بالفتره المحدده. يعني مهم. في اسنان عندي بتبزغ بعمر 10 سنوات، بس يعني بعد فتره 10 سنوات مده 6 شهور اذا ما بزغ فمعناته عندي مشكله. في اسنان بتطلع بعمر 20 سنه، في اسنان ب 18 سنه. فهذا هو اي سن فشل بالبزوغ بالفتره المحدده انه يبزغ فيها، ففي عندي خلل مشكله بدي ادور على المشكله واعالجها. مهم. بالنسبه للاسباب استاذي، مهم. انه في نظريات انه شلون هالسن صار مرتبط. طبعا هي نظريه بحته ما لها مهم. علاقه بالعمليات. احد النظريات هي نظريه تقويم الاسنان. مهم. انه الاسنان نتيجة القلع المبكر للأسنان اللبنية، إنه الأطفال بيقلعوا بكير ما بيعالجوا أسنانهم، فالأسنان الباقية بتميل نحو الفراغ الموجود. مهم. فالسن الدائم المفروض يطلع محله ما عنده مجال يطلع نتيجة صغر مساحة الفك، فما عم يطلع. هي أول نظرية. مهم. النظرية الثانية نسميها نظرية ماندلين أو نظرية الوراثة. إنه بيكون الطفل ورث جيني أو مورثة الفكين من أحد الأبوين مهم. ومورثة الأسنان من الأب الثاني. نعم. فبيكون الفك صغير والاسنان كبيره، او بالعكس الفك كبير والاسنان صغيره. هي النظريه الثانيه. والنظريه الثالثه هي نظريه التطور والتنشؤ يسموها. انه الحضارات تطورت يعني والنظام الغذائي تغير. اول ما كان في كان كله اكل ني، مم. اكل قاسي، نعم. فكان بدنا الطواحن موجوده. مهم. فهلا نتيجه الوجبات السريعه والاكل حاليا فصغر حجم الفك، فبالتالي الاسنان ما صار عندها مساحه كافيه لتطلع بمحل طبيعي، فصار عندي انطمارات بالاسنان. تماما. دكتور، شو هو السن اللي عم يحدث معه هالحالة هاي حالة هو الانضمار؟ هو في مجموعة أسنان. أشيع مم. الأسنان انطمارا هو أسنان الراحة الثالثة السفلية، أو مسميها شائعا ضرس العقل مهم. التحت. هذا رقم واحد. بيقابلوا المجموعة اللي بعده ضرس العقل العلوي، ثم بيأتي الأنياب العلوية، انياب العلويه، وبتاتي الضواحك السفليه. كل واحد في سبب انه ليش عم يصير مطمر بهالاربع اسنان بالذات. يعني مهم. نتيجه اعمارهم وفتره نموهم هي عم تلعب دورها. تماما. بالراحه السفليه استاذ الارخاء، ليش؟ انه اخر السن بيبزغ هو الراحه. عم يبزغ من عمر 17 سنه ل 22 سنه، هذا المجال معي. مهم. فما فيني احكم على السن انه منطمر خلال هالسن خلال الفتره. بعد عمر 22 سنه بتركوا مراقبه لمده سنه. اذا ما طلع وقتها عم بقول في عندي انطمار بالسن. تماما. السبب بالارحاء الثالثه انه بيكون الاسنان كلها اكتملت بعمر 20 سنه وسطيا، مهم. اكتملت، فمساحه الفك بتكون صغيره، فما عندي مساحه ليبزغ هالسن الجديد. نفس الشيء بالنسبه للفك العلوي. بالانياب استاذي الناب عم يبزغ من عمر 11 ل 13 سنه. مهم. بس وين عم يبزغ؟ بيكون الضاحك اللي بعده بزغ والرباعيه اللي قبلها بزغت. مهم. فعندي اي خلل بالناب المؤقت سواء قلع بكير او وجود كيس او وجود رط، فبيكون الضاحك مال ورباعيه مال، ما ضل عندي مجال للناب انه يطلع طبيعي. مهم. فالضاحك السفلي نفس الشيء. عم يكون عندي الضاحك الثاني موجود والناب موجود، الضاحك عم يطلع بعدهم، عم تماما. يطلع مجال محصور. مهم. فلازم السن اللبني يكون موجود حافظ لي المسافه مشان يطلع الضاحك بمحله نظامي. اي خلل بالسن اللبني سواء قلع مبكر او وجود نخور او انزياح الاسنان الدائمه فعم يسكر لي المسافه، فعم يجي سن ما عم يشوف مجال يطلع، فبده يطلع بشكل مايل او بيضل جوات العظم. تماما.
حابب أذكر مستمعينا للي هلا عم يسمعونا عبر الموجة 103.5. انتم عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا عبر أثير إذاعة بوير اف ام. أيضا يلي عم يشوفون عبر البث المباشر اللي برات البلد، حتى فيكم تنضموا لنا عبر البث المباشر، عبر رسالة فيكم تنضموا أي سؤال بيخطر على بالكم بما يخص المجال الأسنان. رح يحكي لنا الدكتور بندوار عن موضوع مهم كتير وهو شائع. شريحة معينة ل يعني أكثر من شريحة عم ينصابوا أطفال أو أكيد. شباب وكبار بالعمر. دكتور، آلية الحدوث حكيت لنا عنها، يا ترى هل هناك أنواع هل سن المنضمر؟ مم. في تصانيف للأسنان المنطمرة. تصانيف يعني. بنيجي على إرحاء أو دراسة مم. العقل. مم. طبعا هي ليش انسمت بدراسة العقل؟ ما لها مم. علاقة بنمو الدماغ أو شيء، هي لها علاقة بالفترة، إنه هي عم تبزغ من عمر 17 18 لعمر 20 22 سنة 23 سنة. فهالفترة بيكون فيها الشاب ناضج هيك، فارتبطت يعني بس بالاسم بالمصطلح. كتصانيف استاذي كأنواع الانطمار، في 3 تصانيف بالنسبة للأرحاء. مم. بالنسبة للزوايا يسموها في انطمار أفقي، انه السم بيجي تحت مستوى العظم افقي بشكل كامل. انطمار انسي بنسميه. رح نطلب من زملائنا بالاستوديو يوضحوا لنا الصور. في بعض الصور هي يعني إيحائية ايوه ايوه. لموضوعنا، أمم، لحتى المشاهدين أيضا مظبوط. يستفيدوا. ايه. نعم. في انطمار انسي استاذي، بيكون مم. السن جاي مايل للانسي والطرف الامامي. مم. في انطمار وحشي للطرف الخلفي. مم. في انطمار نسميه انطمار مقلوب، يعني بيكون التاج السن لتحت زاويه الفك تماما. والجزر للعلوي. مم. في انطمار معترض، وفي انطمار مايل. مم. هدول كل انواع الانطمار بالنسبه للزاويه. في انطمار بالنسبه نسميه الانطمار العظمي او الانطمار اللثوي. أيوة. الانطمار العظمي بيكون السن كامل جوات العظم تحت مستوى العظم، تماما. مم. مغمور بالقاعدة كامل. يعني. بالقاعده مغمور كامل، ما بين يعني تفحص المريض مو مبين شيء. مم. هذا الانطمار العظمي اللي نسميه. وفي الانطمار اللثوي بيكون السن انبثق من العظم او بزغ من العظم مم. بس مغطيه باللثه، فسواء مغطيه بشكل كامل او بشكل جزئي. مم. الانطمار الكامل استاذي ما له اي اعراض. مم. انطمار كامل اعراضه بتكون اعراض بعيده نسميها، مم. ما لها اعراض موضعيه. ما في ألم مثلا، ما هو في الانطمار العظمي استاذي بيكون السن مو مبين، مم. فالالم ما بيكون موضعي، يعني المريض ما بيعرف انه ضرس العقل عم يوجعه. بيجيني بشكوى عامه: الم بالاذن، مم. الم بالعنق، الم باللوزات، الم بالعين، صداع مع دوخه. فعم يزوروا على استشارات عصبيه، استشارات اذنيه. اخر شيء بعد نفي كل هالاسباب انه ما في شيء من الناحيه الاذنيه عندي ومن الناحيه العصبيه عندي، فعم جديد عم يرجع انه في السن المنطمر هو عم يكون ضاغط على العصب، فعم يصير الم انعكاسي عندي، مم. عم يرجع على مستوى العصب مثلث توائم كامل، عم يصير عندي وجع. هذا تماما. بالنسبه للانطمار العظمي. الانطمار اللثوي استاذي مم. بيكون السن بزغ من العظم، مم. عندي محصور باللثه، سواء شق اللثه بقسم خفيف او ما شق. مم. هون بيكون عندي الوجع او الاعراض موضعيه، مم. يعني عم يجي المريض انه دكتور في ريحه عم تطلع، مم. في وجع قوي، في ورم عم يطلع عندي، معين. مم. في ولم مع الطعم كريه. مم. احيانا بيصير خراج صغير، هالخراج اذا اهمل استاذي عم يصير خراج اكبر، تماما. حتى عم يمتد انتان عقد لنفيه او خراج عنق او خراج تحت الفك. تماما. فهذا بيكون عندي التاثير موضعي باعتبار بزغ من السن مم. جوات اللثه، فالتاثير موضعي. والمشاكل بتكون بالانطمار العظمي استاذي مو نفس المشاكل بتكون بالانطمار اللثوي. مم. الانطمار العظمي السن ايش عم يسوي لي؟ عم يضغط على السن اللي قبله، هذا مم. احد أكيد. الاعراض. مم. فعم يسوي لي امتصاص بالجزر، أها. فالمريض يجي وجع مبهم ما بيعرف، عم نصور صوره انه السن اللي قبله سريريا التاج ما في سليم. شيء، لا في نخر سليم، بس جوات العظم الجزر في امتصاص كامل، في آفة تشكلت. هي احد الاعراض. احيانا بيكون السن من كثر ما له انطمار عميق عم يكون في اذيه على العصب، مهم. فعم يحس المريض الأعصاب بنمل. مم. عصب الفك السفلي عم مم. يحس بنمل سريا، ما في شيء الا على الصوره الشعاعيه بتبين معي. مهم. احيانا هالسن المنطمر العظمي اذا ضل فتره اطول من الفتره الموجوده اهمال، يشكل لي اكياس واورام. مهم. هالاكياس والاورام ما لها اي اعراض، يكتشف التصوير الشعاعي، او مريض بعد كم سنه ما بيحس انه وجهه تورم، فعم يكون وصلنا لدرجه متاخره من التشخيص. مهم. اما الانطمار اللثوي استاذي هو موضع بيكون التاثير تبعه، فالسن بيكون مايل نتيجه تجمع الاكل تحت اللثه، عم يصير نخر عندي بدرس العقل نفسه تماما. متسوس يكون ولسه مو بازغ كامل، مهم. وهالتجمع الاكل عم يدي لي السن اللي قبله اللي هو راحه الثانيه سفليه، فعم يتنخر السن نتيجه صعوبه التنظيف. الاكل محشور حشر، وش قد ما بتحاول بتوصل بفرشايه التنظيف ما راح توصل هذيك المنطقه، فعم يصير عندي دائما وجع بالمنطقه موضعيه. تماما. هذا بالنسبه للارحاء. بالنسبه للانياب استاذ الانطمار عندي 3 تصانيف، يسموها انطمار حنكي، يعني بقبه الحنك يكون الناب. مهم. حتى لما نشرح للمريض انه والله بدي اشق من جوا التم عم يستغرب، دكتور الناب هون شلون تشق؟ انه 50% من حالات الانطمار الناب هو انطمار حنكي، و30% انطمار دهليزي ولا انطمار الخارجي نسميه، تماما. و20% يكون نسميه انطمار متوسط، يعني بنص العظم يكون بالضبط. هذا تماما. بالنسبه للانطمار الانياب كمان. تماما.
الدكتور حكيته بموضوع الفحص ربما احيانا بتجسوا مم. بالاصابع اللثه لحتى تكتشفوا انه في شيء. دكتور، كيف بتشخصوا هالحالات هاي اللي عم تجيكم على العياده، وايمت بيبينوا معكم هالحالات هاي؟ التشخيص تازي بيكون على الأعراض السريرية، التشخيص سريري مع أشعاعي. يعني مهم. ما فيني أشخص حالي على تماما. إنه بس يجاني مريض إنه دكتور في ألم بالإذن أو ألم بالعين أو صداع أقول له ضرس العقل. لا، غلط مهم. هيك. مهم. بدي أطلب صورة أشعاعية أشوف مكان توضع ضرس العقل، ضغط. بانوراما. البانورامية، مهم. هي مهم. البانورامية. أحيانا بنطلع صور أحدث، السي بي اس تي أو سي تي سكان، ايوه. الطبقي المحوري مهم. حسب الحالة يعني. لأنه ضرس العقل أستاذي هو بالطبيعة كقاعدة عامة ما يعني ممنوع يضل سن جوات العظم. تماما. يعني الله خلق السن مشان يطلع وتستفاد منه من مهم. ناحيه جماليه وناحيه المضغ. ما مهم. دام في السن بمكانه الغلط فبده يكون عندي في نتائج غلط. اكيد. فمشان هيك اي مريض، يعني يجينا مريض بعمر 20 سنه او بعمر 16 سنه، مهم. 16 سنه يكون برعم الراحه موجوده. مهم. فما فيني اقلع له السن بهيك وقت، بدي اعيفه مراقبه كل 6 اشهر. حلو. اراقب اذا، لانه السن هلا فتره بزوغ. مهم. يعني لدرجه انه بعض الاطباء يعني صار قاعده عندهم اي ضرس عقل لازم ينقلع. مهم. طبعا هاي القاعده غلط، بدي مهم. اراقب ضرس العقل لما يسوي لي مشاكل واختلاطات ومضاعفات بدي اقلعه. مهم. فهي الفكره اللي عندي. تماما. دكتور، موضوع التشخيص حتى آه، إذا كان السن بالعظم م. رح يبين عندكم انه هذا بالصوره الشعاعيه او الطبقي المحوري، المرحله القديمه، او خلينا نحكي المرحله اللي حكيتوا عنها من شوي، انه الضرس ما طلع ما بزغ من العظم، بيبين معكم بالاشعه؟ طبعا مهم. استاذي، انا مهم. مقارنه بالصوره الشعاعيه والسريريه، السريريه عمر المريض. عمر المريض لازم يكون عندي هسن بازغ، يعني الاسنان البازغه لازم تكون مهم. مبينه عندي. لما اشوف خلل ببزوغ الاسنان بالعمر الزمني لبزوغ الاسنان فبدي اطلب صور. لما يكون عندي الصور السن موجود وما في اي خلل، ما في اي اعتراض عندي، سواء احيانا بيكون السن موجود وما في اي اعراض وما عم يطلع، بيكون مهم. عندي في تسمك باللثه نتيجه المريض بالاسنان الاماميه قالع السن لفتره مبكره، قالع فعندي تماما. اللثه تسمكت وصارت قساوي عظميه. مهم. فالسن موجود فما عم يقدر يطلع. وقتها يكون اجراء بسيط اني اسوي شق صغير احرض بزوغ السن. هذا احد تماما. خطوات العلاج يعني. تريح تعطيه ايه اني مجال. انه اعطي مجال. مهم. لما يكون عندي المريض بعمر 30 سنه وسن العقل مو طالع بهيك عمر، سن العقل خلاص عمره الزمني اللي بزوغ طلع ما عاد فيه يطلع يعني. مهم. فوقتها مضطرين للارجاء الثاني هو الاجراء الجراحي او المراقبه او الخيارات العلاج الثانيه. تماما. دكتور، أعراض السن المنتمر يا ترى شو هني، وهل له أضرار هالسن هذا إذا كان موجود، أو له أضرار دكتور؟ الاعراض مم. والاضرار استاذ، الاعراض حسب مكان السن. مم. قلنا اذا الانطمار يكون عظمي استاذ عم يأذي لي السن اللي قبله، سواء امتصاص جذر او بيسوي لي عم يدفش لي اسنان بصوره عاميه مم. دفش. احيانا بيجونا مرضى بعمر 19 20 سنه، دكتور اسناني كانوا بالاخص الاماميات مم. بشكل ضابط، فجاه عم يحسوا يجوا على بعض. هذا بيكون ضرس العقل هو عم يدفش الاسنان. تماما. فالاضعف شيء هو الاسنان الاماميه السفليه او أمامية. العلويه، باعتبار لها جذر واحد، فحركتها بتكون كتير بسيطه. فهي احد اختلاطات اضراس العقل اذا ما قلعناها او اذا ما وجهناها. المشاكل الثانيه استاذي بتسوي لي نخر بدرس العقل نفسه او بالسن المجاور، انه تمام. السن يكون سليم نتيجه عم يدفشوا فعم تمام. الضغط. مم. بيعمل مم. ضغط، مم. عم يسوي لي امتصاص طبقه الميناء والعاج فعم يصير لي نخر. بالاضافه اضراس العقل استاذ هي عوامل مؤهبه لتشكل الاكياس والاورام. مم. يعني اي كيس اي ورم بنشوف انه مرتبط بضرس العقل. مم. آه، مشاكل الاسنان المطمئنه استاذي هي اخذ حيز من العظم. العظم المفروض تكون كل عظم اقنيه هافرز هي الاقنيه العظميه مم. المفروض، والضرس يكون فوق. مم. فلما يكون الضرس السن جوات العظم فاخذ مساحه من العظم فصار عندي ضعف بالعظم. تماما. فهون بيصير عندي احتماليه كسر العظمه اقوى، تماما. سواء اثناء القلع او سواء اثناء اللعب الرياضات العنيفه شوي. مم. فعندي نسبه القلع اكثر. مشان هيك اكثر الكسور شائعه هي كسور الزاويه اها. نتيجه وجود اسنان العقل بتكون غالبا موجوده، فاخذ مساحه فعندي كميه العظم قليله. تماما. هي مم. بالنسبه للاسنان المضطمره الاماميه استاذي كمان بتاثر على الناحيه الجماليه، على اكيد. الناحيه الوظيفيه، بتشكل لي فراغات بالاسنان او ازدحام بالاسنان. اكيد. تمام. هاي بالنسبه تماما. دكتور، وصلنا لمرحلة العلاج، يا ترى كيف بيتم العلاج؟ حكينا انه موضوع آلية الحدوث والأعراض وكل شيء. يا ترى العلاج كيف بيكون؟ ايمت بيكون يعني تقويمي، ايمت بيكون جراحي، ايمت بيكون غير هيك مثلا؟ كيف بيكون العلاج؟ استاذي العلاج مثل ما قلت حسب السن المضطمر موجود وعمر المريض والسن المضطمر شلون وضعهم. مهم. العلاج بيتقسم لثلاث انواع. اول شيء علاج مراقب استاذ، يعني عندي نعم. سن عقل منطمر او ناب منطمر، مهم. العلاج المحافظ نسميه علاج مراقبه. ما في اي اعراض، ما عم يسوي لي اي اعراض بس سن جوات العظم.
فما بقلع السن انا، بتركه مراقبه كل 6 اشهر. اذا هالسن حافظ على وضعيته بدون اعراض، ما شكل لي اكياس او اورام، فيني اعفه لفتره محدده. تماما. او احيانا بضطر لمعالجه التقويميه، بالاخص الناب المنتمر استاذي. الناب المنتمر بياثر لي كثير، الناب على الناحيه الجماليه وعلى الناحيه الوظيفيه، لانه الناب بشكل لي زاويه الفم من الناحيه تمام. العلوي. الناب العلوي ايه. فهون نحن بنضطر اغلب الحالات ما بنقلعها، يعني بنطلب من طبيب التقويم سواء يقلع الضاحك اللي بعده بحيث يوسع لي مسافه للناب، ونسوي جر تقويمي للناب. الجر التقويمي شلون استاذي؟ نفس عمل جراحي مع التقويم. انا بكشف لطبيب التقويم الناب، التاج الناب من جوا الحنك، بكشف له اياه، بيحط لي الحاصره تبع التقويم، بيرجع لي الناب لمحل الطبيعي. فهيك رجع الفم وبروز الفم كله للناحيه الطبيعيه. هذا علاج تقويمي، انا حافظت على السن موجود بس رجعته لمحله. العلاج الثاني استاذ هو علاج جراحي. ايوه. العلاج الجراحي استاذ هو خلص الناب المنطمر، عفوا الناب او الراحه المنطمره، ما عاد في امل تطلع لمحل الطبيعي، عم تسوي لي مشاكل سواء الام انعكاسيه او ايوه. الام موضعيه، فوقتها مضطرين نقلع قلع جراحي. طبعا خطوات قلع جراحي هلا بنفوت فيها اكيد آه، اكيد. بخيار الثاني ان شاء الله. دكتور، ذكرتوا موضوع العمل الجراحي خطواتها، يا ترى كيف بيكون العمل الجراحي تحت التخدير العام او الموضعي بالعياده بمركز معين؟ آه، آلية العملية. العمل الجراحي للاسنان المنطمره استاذي، نحن غالبا لما نحكي على اضراس العقل. اضراس العقل استاذي في خيار بنلجأ قبل قلع السن، طبعا بالاشراف مع طبيب التقويم. يعني احد الخيارات لما يكون عندي سن عقل ما في شو اقلعه، يكون دكتور التقويم هو اعطاني موافقه انه بدي اسوي تقويم للاسنان، بدي مساحه للفك مشان اوزع الاسنان، فوقتها حلو. بنقلع الاسنان العقل حتى لو ما في اي اعراض، نسميها قلع تقويمي لاسباب تماما. تقويميه، ما عندي اي مشكله بالسن. فحتى المريض احيانا بينزعج من الموضوع انه سني ما فيه شيء دكتور بدي اقلعه، فانا عم بامن مساحه من الفك لدكتور مساحة. التقويم مشان عم يعيد لي رصف الاسنان. تماما. الخيار الثاني استاذي لما يكون عندي الانطمار لثوي مثل ما قلنا، انه بس اللثه عندي مشكله، ففي علاج هو نسميه جراحي صغير بصراحه، بس بنشق اللثه اللي فوق السن، بنشقه، بنعطي مجال انه يطلع. هل عائق الموجود، هل التليف الموجود انا بشيله مشان يبزغ السن طبيعي. طبعا هي بتترافق مع الصوره الشعاعيه انه عندي العظم موجود، مساحه موجوده بالسن، فهسه بده يطلع، بس عندي اعاقه لثويه فعم بعطي مجال. اما اذا ما في مجال او انطمار عمودي او انطمار جوا العظم، فوقتها مضطرين للعمل الجراحي. عمل جراحي هو عمل بسيط مدته من 15 ل 20 دقيقه بالعياده، تخدير موضعي طبعا. بيتم شق فوق السن المنطمر، شق فوق اللثه، بعد اللثه مشان يكون حمايه للثه. العظم المغطي بتم ازالته بواسطه سنابل خاصه. نعم. طبعا عندي خطوات هون، خطوات هاي بتاثر لي على الاعراض اللي بعد العمل الجراحي. أها. فشقد ما يكون عندي الشق صغير فبيكون عندي الالم والوزمه بعد العمل الجراحي صغير. أقل. نعم. تفريغ العظمي شقد ما عندي يكون الترويه كثيره، المي البارد كثير ما يصير يحرك بالعظم، فبيكون عندي الشفاء اسرع. أكيد. السنابل اللي استعملها شقد ما تكون سنابل خاصه للقلع جديده حاده، فبتكون عندي الزمن اقل والاختلاطات اقل. أكيد. ايه، فبعد ما فرغت العظم بنقلع السن. السن استاذي مو دائما ينقلع كتله كامله، بالاخص اسنان منطمره، واسنان العقل بيكون في تشوهات بالجذور وبالتاج، فغالبا بضطر افصل السن لقسمين او 3 احيانا، او حتى ل4 اجزاء، بشيل كل جزء لحاله. طبعا لما نحن نقسم السن لاجزاء استاذي، كل هاي مشان يكون العمل ميسر والاختلاطات أقل. والاختلاطات القلع يكون اقل، والاعراض تكون اقل. بيتم ازاله السن كامل. في نقطة مهمة استاذي، يعني راح كذا للناس وللاطباء. يا ريت تفضل. القلع مو اهم شيء عندي اني اقلع السن الدائم. في عندي السن استاذ الله خلقه جوات الفم، فلما يكون جوات العظم بيكون محمي بغشاء، هالغشاء نسميه جراب السن. نعم. هذا محمي مشان الجسم ما يطلع عليه انه هذا جسم اجنبي، انه اي جسم مكانه غير طبيعي عم يعامل معامله خليه غريبه او خليه سرطانيه. تماما. فالسن مشان يكون جوات العظم محفوظ عندي شيء عم يحميه هو الجراب السني. فانا لما اشيل السن بدي اشيل الجراب كمان، لانه ما ضل له وظيفه، لانه الجراب لو ضل جوات العظم بشكل لي اكياس، الكيس التاجي والكيس الجذري او الكيس التاجي والاميلوبلاستوما والاكياس، انه هاي بيكون اغلب الاطباء يكون قلع ضرس العقل بعد 4-5 سنوات عم يجي المريض انه في كيس، هو بس عباره عن غشاء رقيق لازم تشيله اثناء العمل الجراحي. عم نركز على النقطه وعم نفرجي للمريض كمان انه هذا هو المهم، مو السن. السن بده ينقلع، بس انا لو نسيت السن عادي، نسيت السن او في حال انكسار السن جزء من السن مثلا بده يصير وجع عادي يعني ومبين، بس الجراب ما راح يبين على الصوره الشعاعيه وما راح يبين اذا نسيته، بس اثاره على المدى الطويل.
هاي الفكرة. فبعد ما نخلع السن، بتأكد من زوال السن بشكل كامل، مهم. بتأكد من زوال البقايا العظمية مهم. النظيف، بتأكد من نظافة الجرح، بغسل الجرح بنصح الأطباء غسيل الجرح بالسيروم وليس بالماء، مهم. بالسيروم مهم. مرتين ثلاثة أربعة، جرح نظيف بخيط. بتأكد إنه ما في نزف عندي مهم. أثناء العمل الجراحي، إنه هذا نعم. أحد الاختلاطات الواردة. أكيد. ما في نزف عندي، إنه النزف إذا ما سيطرت عليه هلا راح يحكي المريض بعد 5 ساعات طبعا. مضطر أسعف وأفتح الجرح وعملية تانية، مهم. وتتم الخياطة مهم. وتنشال القطب بعد 7 ل10 أيام حسب الحالة. تماما. هذا الإجراء الجراحي. حقيقة معلومات قيمة ولقاء جدا جميل دكتور بندوار محمد. شكرا لكم على الاستضافة الجميلة تسلم والحلوة، أستاذ، يعطيكم ألف عافية على أستاذ. هالمعلومات القيمة. شكرا لكم دكتور بندوار. يعطيكم العافية أستاذ عماد، بتشكركم، بتشكر إذاعتكم الكريمة على أهلا الاستضافة وسهلا الكريمة. فيك دكتور. تسلم أستاذ. شكرا لكم مستمعينا لحسن المتابعة، وبتمنى أنكم استفدتوا من هاللقاء هذا. على أمل تضلوا بخير وسلامة للأسبوع الجاي، ضيف جديد وحلقة جديدة. ضلوا بخير وسلامة.